اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا السهلة والبسيطة. النهاردة هنعمل ايه؟ النهاردة هنعمل حاجة سهلة جدا، مفيش اي حد ما بيعرفش يعملها، بس طريقتي بتختلف عن اي حد. انا ليا طريقتي الخاصة في سليق اللحمة. هتعملي ايه؟ سليق اللحمة؟ هتسلقي لحمة؟ طب ما اي حد بيسلق لحمة. لا يا جماعة، انا طريقتي خاصة بيا، هتعجبكم جدا. اول حاجة هنجيبها، هنحط الحلة بتاعتنا على النار ونحط فيها معلقة سمنة بلدي او حتة دهن كده، نشوح اللحمة بيها. هبتدي احط قطع اللحمة بتاعتي، انا برصها كده على الحلة بحيث انها تاخد صدمة في من الايه من سخونية الحلة. برصها كده كلها جنب بعضها علشان كلها تاخد السخونية بتاعة الحلة، وهبتدي اشوح واقلب فيها لحد ما لونها كله يتغير. انا عايزة اغير اللون بتاعها كله خالص، علشان لو لونها ما اتغيرش وحطينا المية، او الطريقة التقليدية انك تحطي مية وتحطي سخنة تغلي على النار وبعد كده تسقطي فيها اللحمة، دي طريقة متعبة جدا وريحة اللحمة ما بتبقاش احسن حاجة، الزفرة بتاعت اللحمة بتبقى موجودة فيها. وبنقعد بقى كل شوية نشيل الريم، كل ما تغلي نشيل الريم، كل ما تغلي نشيل الريم. لا، انا هنا بشوح اللحمة بتاعتي بديها صدمة زي ما انتم شايفين في الفيديو كده. انا بقلب كل قطعة علشان تاخد سخونية الحلة عشان لونها يتغير معايا. هما حوالي 10 دقايق بس هتقفي كده جنبها، وبعد كده هترتاحي من حكاية ان كل شوية تشيل الريم بتاعها او الرغاوي اللي بتطلع عليها. بتحطي بصلاية، طماطميتين كده، انا الطماطم معايا يعني كام طماطمايه كده، كنت انا حطاهم في الفريزر، منضفاهم وغسلاهم وحطاهم في الفريزر. بحطهم على طول في الحله عادي وانا بسلق اللحمه او بسلق الفراخ. معايا ورق لورو وحبهان، هقعد اقلب شويه كده، ومعلقتين فلفل كده صغيرين صغيرين قوي، معلقه فلفل اسفه مش معلقتين، معلقه فلفل. وبقلب وبغطيها وبسيبها تاخد وتدي مع نفسها كده. نزلت المية بتاعتها، بقلبها تقلبتين. بصوا على الحلاوة، بصوا على الجمال، شوفوا الشكل وشوفوا اللون بتاع المية حتى اللي نازلة منها عامل ازاي. بغطيها وبرجع بص عليها تاني، اهي عندي هنا نشفت خالص المية بتاعتها خالص. بصوا شكلها، شوفوا الجمال. هزودها بقى مية سخنة من الكتل عشان تغلي مع بعض مرة واحدة وما تاخدش وقت معايا في السوا، واغطيها وهسيبها بقى ايه، اروح كده اشطب المواعين بتاعتي لحد ما تاخد لها غلوتين 3 كده، لحد ما تاخد وتدي مع نفسها وتستوي. اغطيها وهسيبها. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، لا في ريم ولا في رغاوي ولا في اي كلام من الحواديت ديت خالص. بصوا جمالها هنا كده، اللحمة هنا كانت استوت. بصوا جمال الشوربة وحلاوتها، الشكل وريحتها بقى، ريحتها تحفة بصراحة. هنا هقرب لكم الشوربة وشكل الشوربة، بصوا الشكل، طعمها تحفة، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هنا بقى انا رحت مقطعه ايه، يعني ما حبيتهاش تبقى مسلوقه، قطعت بصلايه كده، حطيت عليها معلقه مستردة، ورحت مقلباهم مع بعض، ورحت جايبه اللحمه بتاعتي وحطيتها مع البصل والمستردة وشويه الايه الملح الصغيرين دولت، ورحت حطاها في الفرن. خدت لها وش كده في الفرن، عشان انا بحبها ايه تبقى ناشفه شويه، ما تبقاش مسلوقه وطريه. حطيتها في الفرن ودي كانت النتيجه، دي اللي في الفرن اهيت، والتانية اللي في الشرب. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وسهل